اللي المفروض فعلا ينزل بيان هو شيكوبانزا وبيزيرا اللي لسه ما رجعوش المعسكر لغايه دلوقتي. بس برضه بتيجي تحسبها من حته تانية، يعني الناس دي الله يكون في عونهم، سواء مجلس اداره الزمالك سواء جمهور الزمالك. هي فرده قايمه وفرده نايمه، فهتعمل ايه؟ عبد الله السعيد منزل بيان اقسم بالله بيضحك بيه على جمهور الزمالك، والله العظيم بيضحك بيه على جمهور الزمالك. بيان اقل ما يقال عليه ان هو ضحك على الدقون. يعني هو ضحك على الدقون وخلاص، ضحك بيه على الجمهور، ضحك بيه على الاداره. هو ما ضحكش بيه على الاداره بصراحه. وطلع الكلام اللي طالع بقى دلوقتي ان هو يقول لك اصل ما خدش فلوسه، اصل ما خدش مرتبه، اصل الفلوس اتحولت لعبد الله السعيد. 8 مليون جنيه اتحولوا لعبد الله السعيد وحقه، عشان نبقى متفقين في النقطه دي ومخلصينها. والكلام هنا لجمهور الزمالك. انا راجل اهلاوي والناس عارفه ان انا اهلاوي، بس الكلام هنا لجمهور الزمالك. انت لو شربتها يبقى انت تستاهل. منزل بيان طالع يقول لك لجماهير الزمالك الوفيه انتوا احسن حاجه في الدنيا، والنادي احسن حاجه في الكون، وانا عمري ما اخون النادي، وانا عمري ما اخونكم. لا، خانكم وخان النادي زي ما عملها معانا قبل كده وعملها مع الاسماعيلي قبل كده. اللاعب ده بالذات ما بيدورش غير على مصلحته وغير على الماده. هيطلع بقى يقول لي اصل انا زملكاوي، اصل انا اهلاوي. انت فلوساوي، انت ماني توك يا معلم. الفلوس هي اللي بتتكلم دلوقتي. مفيش دلوقتي انتماء غير للجمهور. ما عادش يقول لي لعيب منتمي لنادي، لا، لعيب منتمي لجيبه، لعيب منتمي لمصلحته، وده حقه. الانتماء للجمهور. فعلا الجمهور هو اللي منتمي. الجمهور العنصر الوحيد اللي ما بيكسبش حاجه من الكوره. العنصر الوحيد اللي بيخسر من الكوره هنا في مصر، عموما في العالم. بس محدش يقول لي الانتماء واللعيبه منتميه وده زملكاوي من صغري واهلاوي من صغره والعبط اللي بيتقال ده. فما تخليش حد يضحك عليك. فانت لو شربتها يا معلم يبقى انت تستاهل. انا لغايه دلوقتي شايف سوشيال الزمالك تقريبا او معظمها لا مش متقبلين الوضع. عبد الله خاننا، عبد الله سابنا، عبد الله ما نزلش المعسكر وما نزلش التدريب غير لما فلوسه اتحولت له في البنك. تيجي بقى الاعلام الزمالك بيحاول يشربها للجمهور باي شكل. عارف لما يبقى الدواء كده طعمه مر، هو نفس اللقطه، بس انت مضطر تاخده. جمهور او مش جمهور، السوشيال او ميديا الزمالك بيحاولوا يشربوها للجمهور باي طريقه. عبد الله زملكاوي، عبد الله ما خدش فلوسه، ده حاولوا يقنعوه بعد معتمد جمال ما اتدخل، وبعد حسين لبيب ما اتدخل، وبعد عمرو الجرايني ما اتدخل. يا باشا توتو على كبوته بجد. عبد الله ما نزلش التدريب او مش هينزل التدريب يوم السبت غير لما الفلوس اتحولت له في حسابه. فما تخليش حد يوجهك. انت كبير كفايه وعاقل كفايه وفاهم اللعبه ماشيه ازاي. ورساله لكابتن خالد الغندوري اللي عايز امام ينزل بيان. امام ايه يا معلم اللي ينزل بيان؟ احنا كجمهور اهلي مش مستنيين بيانات من لعيب عندنا. تمام؟ مبدئيا زي ما قال فارس من شويه، امام ده التجديد بالنسبه له لينا او بالنسبه لنا احنا ده ترفيه، لان لسه في سنتين واضح ان انت نسيهم في العقد. امام دلوقتي في معسكر اسبانيا بيحضر لماتش برشلونه عشان نعرف ونشوف هنبتدي الموسم الجديد ازاي. فبلاش شغل الكيد ده، الله يبارك لك يا كابتن بندق، عشان انت يعني خارب الدنيا خالص، بجد خارب الدنيا خالص. محدش يزعل من كلامي. مفيش حد يبتدوا بيه الموسم. فعلا مفيش لعيبه. اللعيبه دي هتكمل معاك، هتلعب سوبر وهتلعب افريقيا وهتلعب دوري وهتلعب كاس وهتلعب رابطه وي. انتوا يا جماعه اصحوا. يعني هيبقى موسم للضحك. انا اتوقع ده موسم للضحك. فربنا يعينكم يا جمهور الزمالك وما تخلوش حد يضحك عليكم. وفي الاخر ما تنساش الفولو واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.